السكن كان بيجمعنا على الحلوة والمرة، والكل كان بيقسم الرغيف مع صاحبه، والقلوب كانت فاكرة إن الغربة بتقوي الظهر. الولد اللي كان متغرب عشان يدرس ويشتغل كان معاه في السكن صاحبه أسامة، اللي كان عامل فيها الأخ الكبير، وبيمثل إن هو اللي شايل هم المصاريف والحسابات. وبيقول له: يا صاحبي أنت ركز في مذاكرتك وشغلك، وأنا هظبط أنا حسابات الإيجار والكهرباء والمية، وإحنا إخوات ما بيناش حساب. الولد كان بيدفع اللي أسامة بيطلبه منه وهو مغمض، لحد ما في شهر لقى أسامة جاي ووشه حزين وبيقول له: يا ساتر يا رب، فاتورة الكهرباء الشهر ده جاية بمبلغ خيالي، لازم كل واحد فينا يدفع الضعف عشان ما نتحبش. الولد شك في الكلام لأنهم تقريبا مش بيقعدوا في السكن، ولما أسامة نزل الولد مسك وصل الكهرباء اللي كان مرمي على الترابيزة، والصدمة كانت بشعة. لقى إن رقم العداد اللي في الوصل مش بتاع شقتهم أصلاً، ده بتاع محل بلاي ستيشن أسامة فتحه في السر في الدور اللي تحتهم، وكان ساحب له سلك كهرباء من ورا العداد بتاع الشقة، ومخلي صاحبه هو اللي يشيل تكلفة تشغيل المحل كله وهو مش دريان. الدم غلى في عروقه، بس ما كانش هينفع يواجهه بالخناق. عمل حركة ذكية، جابت صاحب البيت والكهربائي وخلاهم يصوروا السلك اللي مسحوب من ورا العداد، وسجل فيديو لأسامة وهو بيحلف إن الفاتورة غالية بسبب التكييف اللي هم مش مشغلينه أصلاً. الصبح الولد واجه أسامة قدام الطلبة اللي في السكن كلهم، وشغل فيديو الكهربائي وهو بيفك السلك المسحوب للمحل. أسامة وشها بقى زي الكفن، والكل عرف إن الأخ الكبير كان بيسرق عرق أصحابه عشان يفتح مشروع لنفسه من ورا ظهرهم. أسامة اترفض من السكن بالجرسة وتحمل كل المصاريف اللي سرقها، والولد عرف إن اللي يقولك سيب لي الحسابات ممكن يكون هو اللي بيحسب عليك أنفاسك عشان يسبقك بمليم، والحرص واجب حتى وانتي بتدفعي وصل النور. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تأمنه على جيبك وسكنك ممكن يكون هو اللي بيسحب منك روحك وعرقك بدم بارد، والحق دايما بيبان ولو بقرش في فاتورة.